اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم والدي وعمي وابن عمي وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال وادخلهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي، اهلا وسهلا بكل حد جديد مشرفني في القناه، مشرفيني ومنوريني. انا اسمي اسراء. اتمنى من حضراتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. طبعا حضراتكم شايفين يعني ايه ديت يا اسراء. عايزه اقول لكم اول ديت يعتبر انا جايباها عشان حاجتين. اول حاجه دي جايباها عشان رمضان ان شاء الله بامر الله. اسراء احنا فين ورمضان فين؟ رمضان خلاص قدامه 3 شهور على فكره، او 4 شهور بالكتير. دي حاجه. الحاجه التانية انا جايباها علشان خاطر هتوفر، يعني هي دي الحل السحري ان انا عشان اوفر في الزيت. الزيت زي ما احنا شايفين اول حاجه غالي، تاني حاجه بيطير من الطاسه، تالت حاجه طبعا مش هينفع ان احنا، يعني انا واحده من الناس بستهلك كميات زيت. ليه؟ علشان خاطر انا بقلي بطاطس كتير، يعني انا بقلي في حاجات بقليها كتير، فبستهلك حرفيا اكتر من 5 ازايز زيت في الشهر. يعني انا جايبه الكرتونه قلت عشان اشيلها ان شاء الله لشنط رمضان، لقيت ان انا كرتونه الزيت لقيت ان انا استهلكت منها تقريبا 7 ازايز او 6 ازايز. فاللي هو يعني لقيت الموضوع بيزيد مني، بيفتح مني، اللي هو ايه ده انا حتى الزيت التموين لسه جايباه ال3 ازايز حرفيا اتفتح منهم 2 ناقص واحده بس. وغير ان انا كنت فاتحه واحده من الكرتونه وباقي ازازه واحده بس من بتاعه التموين. انتوا متخيلين؟ واحنا النهارده لسه 10. انتوا متخيلين؟ والله العظيم حرفيا ما بكذب عليكم. فديت انا لقيتها هي الحل بصراحه، لقيتها الحل. جبتها امبارح، لسه جايباها امبارح، اير فراير بلاك اند ديكر. عايزه اقول لكم جايباها كاش، انا جايباها قسط من بي تك. اول ما طلبت الاوردر امبارح الصبح جالي اخر النهار. طبعا زي ما احنا شايفين هي بلاك اند ديكر ديت هي الوحيده اللي لقيت، او مش الوحيده قوي، هي اللي لقيتها بالقسط وعليها ضمان، عليها ضمان سنتين. لاني معظم القلايات دلوقتي ما بقاش فيها ضمان، قطع الغيار بتاعتها مش موجوده. بسبب ايه؟ طبعا احنا شايفين الظروف اللي البلد فيها، والاستيراد واقف والكلام ده كله، وقطع الغيار بتاعتها يعتبر واقفه في الجمارك والكلام ده كله. فدي الوحيده اللي لقيتها ليها قطع غيار، ليها قطع غيار. غير ان هي ضمان سنتين، وبعد الضمان السنتين ليك ان انت تاخدي من التوكيل بتاعها قطع الغيار بتاعتها لمده 3 سنين كمان، يعني موجود متوفر قطع غيارها لمده 3 سنين بعد ان هي ضمانها يخرج، يعني بعد ما هي تخرج من الضمان. ما بتستهلكش زيت كتير، ما بتستهلكش زيت كتير. انا لسه حتى اقسم بالله ما فتحتها شفتها انا، يعني انا نفسي ما شفتهاش، يعني متشوقه جدا ان انا اجربها وكده. بس قلت اطلع اقول لكم عليها. كنت قايله من بدري ان انا عندي فكره ان انا ان شاء الله يعني اجي اعمل حاجه توفر لي جدا في الزيت. كان قصدي على القلايه الهوائيه، من بدري نفسي اجيبها، بس قلت هستنى شهر 11 علشان العروض بتاعه البلاك فرايداي والحاجات دي كده، الحاجات ديت العروض يعني والخصومات وكده. فجبتها من بيتك، عامله 3000 وحاجه قسط، 3000 وحاجه، والله مش فاكره 3000 وكام. هي قسطها في الشهر 164 جنيه، انا عاملاها على سنتين 164 جنيه قسط، يعني 164 كل شهر، مش اللي هي يعني مبلغ وحاجه هتوفر لي في الزيت. لما جينا حسبناها لقيت ان انا بستهلك زيت في الشهر اكتر من 150 جنيه. طب ما انا الزيت اللي انا بستهلكه اوفر وادفعه في القلايه، مني هوفر زيت، ومني ان انا هعمل اكل صحي، وان انا هوفر شويه. هتقولي اسراء ما هي في المقابل هتسحب كهرباء. ما هو في حاجه، انا طول ما الفيشه بتاعتها في الكوبس بتاع الكهرباء هتسحب كهرباء، لكن انا هستخدمها لقلي الزيت، لقلي بانيه، الحاجات اللي بتسحب زيت، الحاجات اللي بتسحب زيت. طبعا البطاطس مش هتاخد اكتر من 10 دقايق، هي مره في اليوم وهتتشيل الفيشه. يعني اما جيت حسبت الاستهلاك الكهرباء بتاعتها هتستهلك خلال الاسبوع مش اكتر من ساعه ونص، ساعتين بالكتير، يعني وقت ما اعمل فيها اكلات كتير، يعني مثلا اشوف فيها لا فراخ، اعمل فيها البطاطس، اقلي فيها بانيه، هكذا. غير ان هي كمان بصوا
يعني انا لسه ما طلعتش منها حاجه، بس لقيت ان هي اقدر ان انا اعمل فيها كمان مخبوزات، اشوي فيها فراخ، ده الناجتس وجمبري مقلي والبطاطس وكفته كمان، ان انا اشوي فيها كفته. فلقيت استخداماتها كتير وحلوه جدا وما شاء الله عليها. ديت كام واط يا اسراء؟ ديت هي 4 لتر، دي 4 لتر. في ايه تاني كمان؟ اللهم صل على النبي، 1500 واط اهيت، 1500 واط ضمان سنتين. شايفينها تحت هي بتقلي السمك، هي 1500 واط، فيها ان انا اقلي وان انا اعمل جريل والسمك، وفي ان انا اخبز اقلي سمك، وفي ان انا كمان اخبز فيها. هي 1500 واط و4 لتر اهي، 4 لتر بتشيل لغايه كيلو 200 الكميه، يعني لحد كيلو 200. فانا بصراحه يعني من بدري قلت هجيبها، ولقيت ان هي عرضها حلو وضمان لمدة سنتين اهي، ضمان لمدة سنتين. وكان مكتوب من ضمن الخصائص يعني اللي هي اللي شامله الضمان، ان قطع غيارها متوفره بعد ما تخلص ضمانها لمده 3 سنين. اقدر ان انا اجيب قطع غيارها من التوكيل لمده 3 سنين. وبلاك اند ديكر ديت اعتقد ان هي ماركه يعني غنيه عن التعريف، حلوه جدا جدا ومنتجاتها كويسه بصراحه. انا كان نفسي اجيبها اللي هي التاتش، بس لقيت ان هي الزراير احسن، لان التاتش لو ايد عليها ميه ومش عارف ايه مع كتر الضغط ان هي تبوظ او حاجه، فلقيت دي امكانياتها كويسه، ضمان، سعرها كويس، القسط بتاعها كمان كويس. فقلت لا مش هاخد بالشكل، اني اخد بالامكانيات والماركه والضمان بتاعها والكلام ده كله. بس دي كده مشترياتي ان شاء الله، يعني اجربها وهقول لحضراتكم عليها. هتوفر لي جدا في الزيت. وقلت اقول لكم يعني ان انا لسه جايباها والله امبارح بالليل. هقول لكم يوم عشان مش عارفه الفيديو ممكن ينزل لكم يا النهارده الخميس يا بكره الجمعه. انا جايباها يوم الاربع، يوم الاربع بالليل، المغرب كان بيدن وهي جت. بس موفره جدا في الزيت. هتقول المقابل زي ما قلت لكم الكهرباء، فهي انا مش هستخدمها كتير الا في الضروره، مثلا زي ما قلت لكم بانيه، بطاطس، بتنجان مقلي، سمك، الكلام ده كله. بس ده كان فيديو النهارده، وهتنفعني جدا في رمضان، غير ان احنا داخلين على رمضان. وطبعا القلي كتير جدا فيه، قلي سمبوسك، قلي بانيه، قلي اللهم صل على النبي، بطاطس كتير للسحور، الكلام ده كله. فدي هتغنيكوا كتير عن الزيت، وان هي هتطلع كمان اكل صحي وحلو جدا. هبقى استخدمها وهقول لكم رايي فيها. ثواني نفتحها مع بعض كده. ده كتالوج، وهنشوف الضمان جوه. ده الكتالوج بتاعها، لسه هقراه طبعا عشان افهم فيها. بسم الله اهي، هطلعها وهرجع لحضرتك اهي. بسم الله اهي القلية، اللهم بارك، حلوه جدا. لسه طبعا انا معرفش والله اي حاجه، لسه معرفش اي حاجه فيها. يعني هشوف بقى الكتالوج، وهشوف بقى بتتفتح ازاي. بس هقول لكم رايي فيها بصراحه لما استعملها، لاني انا ما معرفش عنها اي حاجه، لسه بقى اي حاجه كده نستعملها مع بعض، وان شاء الله خير يا رب. ربنا يجعلها فتحه خير كده، ويجعلها موفره معايا في الزيت وفي الكهرباء، وربنا يسترها ان شاء الله. ده كده شكل القلايه من جوه اهوت، ده كده شكلها. هجربها وهبقى اقول لحضراتكم عليها يعني عامله ايه، والدنيا فيها عامله ايه. وان شاء الله يعني خير، وهتنفعني جدا زي ما قلت لكم ان شاء الله في رمضان اكتر حاجه، عشان القلي الكتير وكده. زي ما قلت لكم هنا هيت الوقت المحدد لكل نوع، للفراخ والفراخ وللخضار وللبطاطس والفراخ والخضار واللحمه والكلام ده كله. هجربها وهقول لكم عليها بصراحه عامله ايه، وفرت معايا. وكمان هشوف فاتوره الكهرباء بعد ما استخدمها، هشوف الدنيا بتاعتها ماشيه ازاي. ويا رب ان شاء الله يكون خير كده. وكده الفيديو يعتبر خلص معانا. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.